اهلا بكم مره ثانيه وزينه. طبعا الصيام ربنا سبحانه وتعالى لما فرضه علينا كان هدفه فايده البشر. ناخد طبعا الثواب من الله سبحانه وتعالى على صيامنا واخلاصنا في العباده، كمان بناخد فايده اخرى عظيمه جدا هي الصحه الجسمانيه والنفسيه، وكمان العلم اثبت انه الانسان يستفيد على مستوى المناعه وزياده المناعه والطاقه اكتر بمراحل كتير جدا جدا عندما يصوم. لو عملوا مقارنه بين الصايم والفاطر، الصايم بيستفيد استفاده كبرى لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. العلم كل يوم بيكتشف حاجه جديده في هذا المجال. النهارده دكتور يعني متخصص هيكلمنا عن المناعه بالتحديد وبصفه خاصه ازاي تزداد مع الشهر الكريم. النهارده مشرفنا على الهواء دكتور مجدي بدران، استشاري حساسيه ومناعه الاطفال وعضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك وبالساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك دايما تقول احنا بنصوم غلط، عايز اعرف ليه بتقول كده؟ صحيح، لان احنا ما بنستفدش من الصيام. والصيام المفروض ان انا في الصيام المفروض ان انا اوفر، انا ما بوفرش. وفي اسراف، والاسراف للاسف يبقى على حساب صحه المواطنين. ناس كثيره جدا في نهايه رمضان انا فوجئت، انا كنت من حوالي 5 سنين مشيت جنب معهد القلب، فلقيت طوابير طويله جدا قدام المعهد، انا مش واخد بالي ده المعهد، والطوابير بتاع بر الشارع الناحيه الثانيه. فقلت في ايه؟ كنا في نهايه رمضان. قالوا ده جايين يكشفوا. فسالت اصحابي في القاهره كلها، قالوا ده انت في اخر رمضان جميع غرف الانعاش تبقى كلها زحمه ومفيش، ما تلاقيش سرير فاضي. معقوله؟ في اخر رمضان جميع عيادات القلب في الزحمه في اخر رمضان. ليه؟ قلت اشوف الموضوع. وانا بكلم زميلي ده اللي كان بيتكلم، فكان خلصنا الاكل، فكان في شويه ترشي ودقه. قال لي هات الترشي والدقه ده، وراح شربها كلها. بعد ما شربها كلها بعد حوالي ساعه جبنا له عربيه الاسعاف ودخل انعاش. طب يعني ايه المفارقه الغريبه دي؟ شوف بقى ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا في رمضان بنعمل حاجات كتيره خاطئه، من ضمنها ان احنا بناكل كميات كبيره، نمره واحد. من ضمنها ان احنا بننتقم من روح الصيام، يبقى الاسراف ده خطا كبير جدا، مفيش توفير. للاسف انا كمان باكل نشويات كتير، وباكل سكر كتير، وباكل ملح كتير، وباكل دقيق كتير. يبقى الحاجات دي كلها، ودهون كتيره، ومياه غازيه كتيره، وسبغات غريبه باخدها، وطرش ومخلل. فبالاخر في نهايه الشهر البعض للاسف بيبقى عنده زياده في الوزن، زياده في ارتفاع ضغط الدم، سكر، مشاكل في القلب، مشاكل حتى في الهشاشه نفسها. دكتور مجدي، يعني السنه النبويه الشريفه يعني محدده الاسلوب الغذائي المثالي، وببساطه كده الحديث النبوي الشريف قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني احنا لو عملنا كده احسن ريجيم في الدنيا واحسن نظام غذائي في الدنيا، بس للاسف مش بيحصل. ما بيحصلش. انا بالنسبه للتخصص بقى ان انا حاولت اشوف ايه الحكايه وايه اللي بيحصل، وهل في علاقه بين الصيام والمناعه ولا لا، والعلاقه ازاي ماشيه. فلقيت فعلا ان الصيام بيرفع المناعه نمره واحد، بس الصيام الصح. الصيام الصح هيبدا بالايمان بجوهر الصيام. انا مش بصوم عشان ان انا بقلد غيري، او ان انا اتعلمت ان هم خليني اصوم. لازم اصوم واقتنع ان دي عباده بتقربني الى الله، ودي عباده مفروضه عليا لمصلحتي، وانا مش اقل من جيراني، مش جيراني اللي هم في العماره وفي الحي، لا، انا مش اقل من جيراني على هذا الكوكب. انا مش اقل من جيراني الحيوانات والحشرات والطيور والاسماك، كل دول بيصوموا. وكل الصيام ده بيبقى من سنن الحياه على كوكب الارض ان انا اصوم. وانا اصلا بصوم وانا نايم بالليل، يبقى من مصلحتي ان انا اتنفس وانا نايم، بتنفس باخد الاكسجين والهواء اوكي، ولكن انا فمي بيغلق وانا نايم، ده لمصلحتي، لان لو فمي اشتغل وانا نايم وعمال اكل طول الليل اكيد هخسر كتير قوي. يبقى الصيام مفروض. وتلاحظي حضرتك حتى الطفل الصغير اما يجي ارتفاع في درجه الحراره، ولما تبقى زعلان تقول لك الطفل نفسه مسدوده. ده نفسه مسدوده دي، فقدان الشهيه ده نوع من الدفاع عن الطفل ده ضد الاخطار. الفطره. لان هو ممكن دلوقتي لو عمال ياكل وهو تعبان ممكن ياخد حاجات ثانيه تزود له ميكروبات، تزود مثلا سعرات حراريه زياده، تعمل له مشاكل، يشرب حاجات ساقعه. فاحيانا بتبقى فقدان الشهيه ده مفيد جدا. والدليل ان بعد فقدان الشهيه ده، بعد المرض، اي طفل فقد الشهيه مع ارتفاع في درجه الحراره في حمى، بعد ما يخف بيطلع طول الشهيه عنده تتضاعف 3 أو 4 مرات بعد المرض، ويرجع لوزنه تاني يعوض. حاجه جميله جدا بقى كمان ان احنا العلماء في الاتحاد السوفيتي القديم في السبعينات قالوا الانسان عشان يبقى صحته افضل لازم احنا نخليه يصوم، يمتنع عن الطعام. فقالوا طب خلينا نمتنع عن الطعام. افضل تجارب عملوها قالوا 28 يوم. في امريكا قالوا لا خليها 30. اعتقد ده بسبب مصلحتنا احنا.
طبعا. وبعدين قالوا طب عايزين نشوف فايده الصيام على كل جهاز في الجسم. قالوا طب احنا طول السنه بناكل، اما بناكل اكيد الاكل فيه سموم، اكيد فيه ميكروبات تدخل ممكن تعمليش حاجه بس تراكم داخل جسدي. لو انا طول السنه عمال ادخل وما فرغتش اكيد هيبقى عندي مشاكل. يبقى مصلحتي ان انا اعمل صيانه دوريه للاجهزه اللي في جسمي كلها، ان انا اخلصها من السموم. يبقى واحد. دكتور حاج قلت كلام جميل جدا جدا، بس باكد عليه تاني في موضوع ان العلم وفي الخارج اثبتوا كاطباء انه احسن اسلوب للحفاظ على الصحه هو الشهر الصيام. يعني قالوا المثالي ان الانسان كل سنه يصوم شهر. بيسموه بقى الجوع. الجوع هو عندنا الصيام. احنا عندنا الصيام بثواب، عليه ثواب، يعني الصحه مع الثواب. طب دكتور نادي، جزئيه المناعه ازاي بتزيد في الشهر الكريم؟ نمره واحد اتفقنا ان احنا اما بنصوم بنتخلص من الرواسب اللي عندنا، السموم تبقى مترسبه في الدهون. يبقى انا بفقد الدهون، بفقد سعرات حراريه، بيطلع معاها السم اللي متراكمه. اول اسبوع شويه، ثاني اسبوع بيزيد، الثالث اسبوع بيزيد، على اخر رمضان فقدت كميه كبيره تقريبا 100% من السموم اللي كانت داخله جوه الجسم وعامله لي مشاكل. من ضمنها السموم اللي كانت في المخ وعامله لي مشاكل في الذاكره والاكسده والاستيعاب والذكاء والكلام ده. وطلع فعلا ان الجوع يؤدي الى زياده الذكاء، والدليل ان اولاد الفقراء دايما مدمنين نوادج. سبحان الله. يبقى ده معنى كده لولا التفسير العلمي لها ان الجوع يخلي هرمون الجوع يزيد، اما هرمون الجوع يزيد يوم يؤدي الى تأجيج، يخلي كل الاعصاب اكثر نشاطا، اكثر كفاءه، والخلايا العصبيه اكثر اتقادا. يبقى الجوع لازم، حتى الناس اللي مش عارفه الصوم، اي حد على كوكب الارض لازم تجوع. لو هتقعد طول السنه عمال تاكل هتخسر كتير قوي. يبقى ما ننساش ان في كل العالم ان القاده والنوادي كلهم من اولاد الفقراء اللي هم اتعلموا الجوع. بس عايزه اقول حاجه، يعني مش الجوع الى ما لا نهايه، يعني الجوع بالنهار اللي بعديه غذاء صحي سليم برضه، لان حتى في السنه النبويه الشريفه بناكل تمرات اللي فيها قيمه غذائيه عاليه، وبنشرب اللبن مثلا، او بناكل يعني حاجات مقننه بنضمن فيها صحه الانسان. انما كلمه الجوع على الاطلاق هي مش مطلوبه. يعني الصيام عندنا في شهر رمضان منظم. ليه؟ لان في افطار جماعي وفي سحور جماعي ومواعيد، وكلنا في نفس الميعاد. فالميعاد ده بيظبط الجوع ده. يبقى الجوع المنتظم اللي احنا بنحبه ده كويس. انا ما قلتش مجاعه مدى الحياه. يبقى الجوع اللي هو المنظم ده بيؤدي فعلا الى زياده هرمون الجوع. هرمون الجوع ده لمصلحتك، ده بيخليك اكثر ذكاء. نمره واحد. نمره اثنين، قالوا كمان طب نقدر نصوم ايام زياده؟ قالوا طب تعالى نجرب. جابوا الحيوانات وابتدوا يخلوها تجوع يوم او يومين في الاسبوع. وجدوا ان الحيوان اللي بيصوم يوم او يومين اكثر ذكاء من اللي بيصومش. ازاي؟ قالوا طب تعالوا نحط له الاكل بتاعه ونخليه يدور عليه. طب تعالوا ندخله مصيده ونخليه يهرب منها. طب تعالوا نخليه خطر ونخليه يهرب. تعالوا نحط له مثلا نخليه يغرق. فوجدوا ان الحيوان اللي بيصوم اكثر من يوم او يومين خلال بعد اللي هو الصيام الطويل بتاعنا ده على مدار العام ده بيبقى اكثر ذكاء. وجدوا ان الصيام ده المتقطع يؤدي الى نشأة بروتينات خاصه تحمي الجهاز العصبي، وتبقى هامه جدا للحياه وهامه للذكاء. وابتدوا يقولوا لازم الناس كمان تصوم يوم او يومين، وده موجود عندنا في السنه الشريفه. يبقى جميل جدا ان احنا نطبق العلم بتاعنا ونستفيد بيه، وما ننساش ان ده كله لمصلحتنا. بعد كده اللي حضرتك اما بنصوم بقى والمناعه بتزيد عندنا، ونبتدي ندخل في نظام الغذاء للمصريين. مش معنى ان ربنا قال لي هصوم يبقى انا انتقم وعلى طول اول ما يدفع يضرب يبقى المائده وانزل عليها وكل افرغها وداخل جسدي. خطأ كبير جدا. طب دكتور في الجزئيه دي الناس بتعمل كده عشان خايفه لحسن تجوع تاني يوم، ففاكره انها هتكتر الاكل بعد كده. فهو الاكل سواء كان كتير او قليل بيهضم في نفس الزمن، والجوع بيحصل بعد زمن معين؟ لا شوف بقى، هو الاكل الكتير اصلا هيعمل كرباسه، هيعمل كبسه في الجهاز الهضمي، فهيبقى مفيش ولا في هضم ولا امتصاص وعسر هضم وانتفاخ ومشاكل كتيره جدا، والاكل هيمشي ومش هيفيد منه حاجه. ادي واحد. الحاجه الثانيه، حتى لو اداني شعور بالامتلاء او الشبع يبقى شعور وقتي ومفيش فايده وانا الخسران. احنا بس عايزين نقول ان السلوك الغذائي المصريين يتميز به الكميات الكبيره، والدليل على كده يقول لك توفير كميات كبيره من الدقيق، الاداره والحكومه والمحافظ والوزير سوف يضخ كميات من السكر واللحوم والحلويات واغنيه بتاعت فؤاد المهندس صباح، والناس كلها عماله تتبارى ان هو لازم يحط جميع انواع اللحوم وهكذا في المواد. ابدا، خطا كبير جدا. احنا لو قللنا من كميه الطعام، لو قللنا من الكميات اللي بناخدها، ونحاول ان احنا يبقى الوجبه متوازنه في الكم والنوع، ونحاول نستفيد بقى من رمضان بتاعنا احنا ممكن نستفيد منه ازاي؟ طب انا مثلا اشوف الفطار بتاعي، انا لو دخلت فيه التمر ادخل التمر وما ادخلوش. الناس تقول لك انا عمري ما اكلته، عمري ما اكلتوش ليه؟ ده رواد الفضاء لما نزلوا كانوا حاطينه في جيوبهم.
انت ليه مش طيب التمر ده فيه 40 فايده غذائيه، مش هطول عليكم. مجدي بدران نختم بالمعلومه دي عن التمر. مجدي بدران التمر منجم المعادن الهامه لصحه الانسان، هتلاقيها في النت، هتلاقي ان فيها مواد هامه جدا. التمر ده كان كمان هام، اللي بنوا الاهرام عشان ما يتعبوش كانوا بياخدوا تمر، في مواد تخليك ما تحسش بالالم، تحس بالنعنشه والتركيز عند وقت الصيام، وتخليك تقدر، في مواد تخليها مضادات الاكسده تقلل من السرطان. وكل بتوع الواحات والقبائل العربيه اللي بتاكل تمر السرطان فيها نادر. يبقى مش هننسى التمر في رمضان، ومش هننسى برضه المشمشيه 80 فايده، مش هننسى المكسرات، واذا المكسرات غاليه روح عند الفول السوداني هام جدا لصحه القلب وصحه المخ. ومش هننسى ان احنا برضه لازم ما ننساش البقول وعلى راسها الفول في رمضان للسحور، عشان 3 حاجات: عشان اقدر اسحر لانه بطيء الهضم، عشان يديني جلوكوز في النص الثاني من فتره الصيام، عشان يخليني ابتسم واضحك في رمضان لان هيديني التريبتوفان اللي هيعمل لي هرمون السعاده السيروتونين اللي هيخليني اتقبل الاخرين في رمضان. بصراحه دكتور مجدي كلام جميل جدا، مش عايزه اختم بس الحقيقه الوقت خلص على الفقره دي، لكن وعد بلقاء اخر عشان نواصل هذه المسيره العلميه الثقافيه الجميله. اهلا بيك، نورتنا دكتور مجدي. اهلا بيك، اهلا وسهلا. مشاهدينا طبعا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. المطلوب مننا في الشهر الكريم نشعر بالاخر، نحس بالمحتاج بالفقير. الجوع هيفكرنا بده دايما طول اليوم. يا ريت نستثمر هذا الاحساس بالاخر بتصرفات بقى، مش بس الاحساس نقف عنده، لكن نترجم هذا الاحساس الجميل والراقي بتصرفات فيها ايجابيه وعطاء اكتر من اي شهر في السنه. هنشوف دلوقتي تقرير معاكم عن الاسراف واهميه ترشيد